السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فقرة اليوم من أخبار فريق الرجاء الرياضي. وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد أخبار فريق الرجاء الرياضي. نبداو أخبار فريق الرجاء الرياضي لهذا اليوم بأول خبر. إسحاق الزيداني يستحضر ذكرياته مع الزمامرة بعد الانضمام للرجاء. قام إسحاق الزيداني لاعب فريق الرجاء الرياضي باستحضار ذكرياته برفقة ناديه السابق نهضة الزمامرة، وذلك بعد التحاقه بالقلعة الخضراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر اللاعب إسحاق الزيداني مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع انستغرام يوثق الأبرز اللحظات التي عاشها خلال الموسم الماضي رفقا نهضة الزمامرة، وكذلك الأهداف التي قام بتسجيلها بقميص النادي الدكالي في لحظة استحضار الذكريات الموسم الماضي. وأرفق الزيداني مقطع فيديو بتعليق: لقد كان شرفا كبيرا لي أن أحمل هذا القميص. يشار أن اللاعب الزيداني التحق بصفوف الرجاء الرياضي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية، وشارك مع النسر في مباراتين وديتين. مامون البلغيتي يقدم استقالته من مكتب الرجاء. قدم مامون البلغيتي المسير الرجاوي مسؤول الفريق الأول السابق استقالته من جميع مهامه داخل نادي الرجاء الرياضي. وكشف مصدر مطلع أن الاستقالة شملت عضويته بالمكتب المديري ومجلس إدارة شركة النادي الأخضر، معلنا خطوته بأسباب شخصية. وتأتي هذه الاستقالة لتسلط الضوء على حالة من الغموض والضبابية التي تسود هيكلة السير داخل القلعة الخضراء، خاصة فيما يتعلق بتداخل الصلاحيات وتوزيع المسؤوليات بين المكتب المديري ومجلس إدارة الشركة الرياضية. وتعزز هذه التطورات حالة عدم الرضا لدى عدد من المسؤولين بشأن آلية تدبير الميركاتو الصيفي وسط انتقادات شركة النادي بالقرارات الرياضية وتراجع مستوى التواصل العام مع المخالطين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقرار الإداري والانسجام داخل مكونات الرجاء. الكشف عن تفاصيل صفقة البرازيلي فيليبينيو بالرجاء. كشفت مصادر مطلعة أن القيمة الإجمالية للعقد الذي وقع الرجاء الرياضي مع المهاجم البرازيلي لويس فيليبي سيلفا الشهير بفيليبينيو بلغت 240 مليون سنتيم لمدة 3 سنوات، وتتوزع المالية الخاصة بالصفقة بصفة متساوية على 3 سنوات، إذ سيحصل الجناح البرازيلي على منحة سنوية محددة في 80 مليون سنتيم عن كل موسم يرتدي فيه قميص الفريق الأخضر. وخصص نادي الرجاء تدريب انفراديا للاعب البرازيلي صاحب 21 سنة بأكاديمية الفريق بوسكورة قبل السفر إلى أكادير رفقة بعثة النسور لخوض تجمع إعدادي استعدادا للموسم الكروي المقبل. وسيستفيد اللاعب البرازيلي من امتيازات أخرى على غرار تذاكر السفر والسكن ومنح التتويج بالبطولة الاحترافية وكأس العرش. ويعتبر فيليبي رابع تعاقدات الرجاء في الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من شمس الدين قنيديل وإسحاق الزيداني ويونس الدحماني، في انتظار قيام الفريق الأخضر بتعاقدات أخرى. نصر الدين النابي يستدعي 25 لاعب لمعسكر الرجاء بأكادير. يستعد نادي الرجاء الرياضي للموسم الكروي المقبل من خلال خوض معسكر إعدادي بمدينة أكادير ينطلق اليوم الاثنين تحت إشراف المدرب التونسي نصر الدين النابي. وجه النبي الدعوة إلى 25 لاعب للمشاركة في المعسكر الذي سيعرف حضور كامل التركيبة البشرية للفريق، وذلك بعد استكمال عدد من التعاقدات الجديدة التي عزت صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات. وكتضم اللائحة كل من مهدي الحرار، خليج كبير علاوي، ياسين الزبير، بدر الفيلالي، إسماعيل مقدم، بوشعيب العراسي، بدر بانون، مهدي مشخشخ، محمد بولكسوت، وأيوب العملود، وشمس الدين قنيديل، وأمين الخماس، إسحاق الزيداني، عثمان الشرايبي، محمد المكعازي، وأيمن برقوق، لويس فيليبي، آدم النفاتي، يونس الدحماني، محمد أبو زريق شرارة، بلال ولد الشيخ، عثمان صاخو، عز الدين الفتح، إسماعيل خافي، وماتياس أويسي. ويراهن الطاقم التقني للرجاء على هذا المعسكر للرفع من جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوى العناصر الجديدة إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي المقبل. تراجع الجيش الملكي يفتح الباب أمام الرجاء لحسم صفقة أحد لاعبي البطولة. باتت الفرصة لنادي الرجاء الرياضي من أجل حسم صفقة لاعب في البطولة الوطنية خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وبحسب راديو مارس فإن الرجاء بات أمام إمكانية حسم صفقة لاعب اتحاد يعقوب المنصور عادل الخلوفي في الانتقالات الصيفية الحالية. وتابع أن اقتراب الرجاء الرياضي من الظفر بالصفقة، ويأتي الانسحاب الجيش الملكي مقابل استمرار تمسك الخلوفي
برغبته في الرحيل عن يعقوب المنصور والانتقال إلى فريق منافس. ويستمر الرجاء في محاولة إنجاز بعض الصفقات الهادفة إلى تدعيم مراكز محددة قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يشهد مشاركته في الكونفدرالية الإفريقية.